كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. أحمده سبحانه وتعالى على ما أعطى وعلى ما أخذ، ولا يسعنا في مثل هذه المواقف الصعبة وفي مثل هذه الأوقات الحرجة ونحن نودع رجلا مستقيما في ريعان شبابه، إلا أن نقول اللهم لك الحمد على ما أعطيت ولك الحمد على ما أخذت. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من النار من النار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الله وإنا إليه راجعون. اليوم بلدية رحوية ولاية تيارت، أكون صادق يعني وأعي ما أقول. الجزائر ككل تودع ابن بار والدكتور عميري أحمد، أستاذ جامعي محامي وقاضي سابق. نشهد له يعني أنه قام من قامات الوطن في تخصصه يعني في القانون، وحتى والله اللي يعرفوه يعني أعز المعرفة يقال عنه أنه كان فقيه قانوني في عز شبابه. فجأة يغادرنا يعني بعمر 40 سنة، يغادرنا ويخلينا والله مصدومين، يعني والله مصدومين. لا يسعنا إلا أن نشهد له يعني أمام ربي سبحانه بداية أنه كان بار يعني بالوالدة تاعو، بار بالوالد تاعو، كان بار حتى بأصحابه، إنسان متخلق، إنسان متمكن، إنسان مؤدب. والله كل الصفات الحميدة إلا وصبنا فيها في أخي وصديقي الدكتور أحمد عميري. أمام هذا المصاب إن شاء الله يعني كنا نعزو في الوالد تاعو مسكين وبكى بحرقة، وكان يشوف باللي عنده مسار يعني طويل قدامه، قال لي ما كملش المشوار. فنسأله أنه المشوار تاعو المتبقي إن شاء الله يكون في جنة الرضوان بالفردوس الأعلى بالجنة بجوار المصطفى عليه الصلاة والسلام. عزائنا لأسرة جامعة ابن خلدون، لأسرة المحاماة، لأسرة العدالة، لزملائه، لأحبائه، ودعواتنا أنه ينزل الصبر على الوالدة والوالد تاعو إن شاء الله، ربي يأجرهم في مصيبتهم هذه. وانتم بارك الله في المعزين اللي جاونا يعني من قريب ومن بعيد، ربي يعشر الخطوات، ربي يبارك فيكم إن شاء الله. اليوم نحن في مقبرة رحوية نودع أخا وزميلا وصديقا الأستاذ الدكتور عميري أحمد. هذا الزميل وهذا الأخ الذي له فضائل وخصال كثيرة وحميدة جدا. بالأمس كان في الجلسة مدافعا مرافعا واقفا يدافع عن حقوق المتقاضين، واليوم نحن اليوم نودعه دون وداع، دون أن يودعنا بأسى وبمرارة نودعه، ونحن اليوم برفقة كل الزملاء على اختلافهم نودعه بحزن وألم. فأقول إن لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كل من عليها فان. اليوم كنضنا على فاجعة فقدان الزميل الخلوق الأمين المحترم جدا، إنسان فاضل، أستاذ دكتور عميري أحمد. صدمة وفاجعة وخسارة للأسرة، أسرة الدفاع، وخسارة كذلك لكلية الحقوق بتيارت، باسكو كانوا يديروا ديزيفيرمون، كانوا يبدعون، كان شخص مبتكر حقيقة. لما عمره لا أذى إنسان. اليوم تيارت تفقد واحد من أعظم أبنائها، وإحنا نتكلموا على أميري نعدوا الخصال تاعو بالك ما نقدروش نعدوها، ماهوش رياء ولا يعني زيادة، ولكن محسن نقول له أحسنت. أنا زميلي في الدفاع، في أسرة الدفاع، حقيقة فاجعة حتى في المحكمة كامل، يعني على المستوى الوطني عنده علاقات ما شاء الله. نتمنى له الرحمة والغفران، الله يصبر والديه، الله يبدل المحبة بالصبر، باسكو الصبر من أعظم العبادات. الحق شاب أنقي خلوق، الحمد لله مات على فراش، الحمد لله، الله يرحمه في رحمة الله.